العصابه بتاعتي دي عشان في سبيل مصر مش في سبيل مبارك، ودي شرف ليا، وانا زعلان ان انا ما متش. انا زعلان اني ما متش. انا شخصيا اتعرضت لكده الساعه 5. انا لما جيت امبارح انا جيت 3:30، على الساعه 5 كانوا محتاجين امدادات طبيه. رحت انا مستشفى احمد ماهر، بعض الزملاء اشتروا من الصيدليات واتصرفوا من حاجات من حواليهم. انا مش عايز اقول لك كميه الارهاب اللي انا يعني اتعرضت لها عشان اعرف اجي من بعض الكمائن اللي بيدعي ان هي مؤيدين لمبارك، الحريه والديمقراطيه والكرامه وكل الكلام الكاذب اللي هو عاملين يقولوه. فانا عديت بقدره قادر الحمد لله، عشان ربنا سبحانه وتعالى عارف ان احنا مظلومين يعني. لغايه من يومين فاتوا ما سعاده الرئيس قال البيان بتاعه، انا من الناس اللي كنت بتظاهر هنا وصدقت وقلت كده بالنسبه لي كده بحقق حاجات وهوقف. وبدات انصح زملائي لغايه ما فوجئت باللي حصل واللي انا شفته من منظوري الخاص ان هو مؤامره على الشباب ده الاول وعلى البلد ثانيا. شفت كميه المصابين اللي في الشباب هنا ونداءات ان انا اجيب لهم ادويه وحاجات. النهارده الصبح رحت اشتريت شاشه بتادين وكحول وحاولت انقله هنا، وانا جاي من القصر العيني لقيت في بلطجيه واقفين بزي مدني معاهم سكاكين وحاجات ما بيعملوش حاجه غير ان هم بيخوفوا الناس. دخلت الشوارع جانبيه لقيت جيش، قلت لهم انا رايح ميدان التحرير عشان واخد حاجات طبيه. فقال لي دي المشكله بقى، ان قال لي ان هو عنده اوامر حاجات دي ما تخش. فانا ما قلت له الموضوع ده رسمي ولا غير رسمي؟ لما لقاني بزنقه كده هو قال لي لا يعني انا عندي اوامر بس لو عايز خش انت على مسؤوليتك وانت حر الاجراء. دخلنا نخش في نقاش، انا شخصيا خفت ولقيت في بلطجيه اتلموا حوالينا بمسدسات. قال لي اديهم الحاجات احسن ما يوصلوها للقصر العيني، وانا اديتها لهم وجيت. لما جيت هنا لقيت مفيش مشكله. عادي كنت حد اللي كابتن مشاوي ده